يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض برجر الفراخ. بصوا تحفة وما شاء الله طالع جميل جدا. اول حاجة كده معايا نص كيلو من البانيه قطعته كده، اللي هي صدور الفراخ يعني. معايا توابل فراخ، توم باودر، فلفل اسود، معلقه كبيره من النشا، معلقه من الملح وزنجبيل وكزبره مطحونه. وبعد كده بنزل بالقطع الفراخ في الكبه، وبنزل عليها بكل التوابل اللي هي معلقه من النشا ومعلقه من الملح ومعلقه من توابل الفراخ والزنجبيل وفلفل الاسود، وافضل واضربهم في الكبه لغايه ما بصوا قطع الفراخ ما اشوفش قطع فراخ خالص. يعني اخليها تنعم معايا، تبقى يعني ايه، تبقى عباره كده زي العجينه. عايزه الفراخ معايا تبقى زي قطعه العجينه، يعني ما يبقاش فيها اي قطع فراخ خالص. بحط الزنجبيل علشان بما ان في فراخ لازم احط الزنجبيل، ما بيخليش ريحة للفراخ. وطبعا انا غسلاها ومنضفاها كويس، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو. شايفين بقت ناعمة ازاي؟ ملمسها ناعم كده. انا عايزة الملمس ده، مش عايزة فيها اي قطع فراخ. طبعا انا ما عنديش المكبس، فهستخدم اي غطا عندي. وجبت كده كيس تلاجة وفردته، وبدأت ان انا اخد قطعة يعني اكور كرة كده، وابدأ ان انا ايه اعملها في الغطا. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. احنا عايزين قطعة الفراخ اللهم صل على سيدنا محمد تبقى رقيقة شوية علشان تستوي معايا بسهولة على النار، ما تاخدش وقت مني كتير على النار وانا بسويها. اهو بصوا، مفيش ولا اسهل من كده، طريقة سهلة جدا. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل كل حاجة بايدينا في البيت، ما نشتريش اي حاجة من بره. آه علشان الحاجات الوحشة اللي نازلة الايام دي في اكل بره وكده، فنحاول بقدر الامكان ان احنا نفرح اولادنا ونعمل لهم كل حاجة بايدينا في البيت، وفي نفس الوقت احنا ضامنين النظافة بتاعتها وضامنين كل حاجة. هو باخد قطعة بقطعة. يعني انا كنت بقول لو كان الغطا اكبر شوية كان هتبقى احسن، يعني كانت هتبقى ارج كمان احسن. فما كانش صراحة عندي ده كان اكبر غطا. ان شاء الله ابقى اشتري مكبس. طلع معايا هو نص كيلو، كمية حلوة جدا ما شاء الله. طلع معايا 8 قطع. جيت بقى تاني يوم، انا عملتوه الصراحة في نفس اليوم. تاني يوم بقى قلت هعمل جنبيه مكرونة كده بطماطم، فطلعت قطعتين كده من الزبدة عشان هعمل ايه مكرونة. ممكن انتي ما تعمليش جنبيه مكرونة ولا اي حاجة، تجيبي عيش اللي هو الفريسكا ده وتحطيه فيه بقى وخس وتظبط الدنيا. بس انا يعني حبيت ان انا اعمل جنبيه شوية مكرونة كده، علشان يوسف ياكل واحنا ناكل برضو. ما كانش عندي، كنت عاملة منه قبلها بكذا يوم. اللهم صل على سيدنا محمد. آه بس حمرت بقى المكرونة ونزلت عليها بالطماطم ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من توابل الفراخ وشوية من الملح على قد ايه مظبط معايا المكرونة. بس كده ظبطت كده المكرونة. بقى هبدأ ان انا اعمل البرجر. حوالي نقطة بس من الزيت كده، اللي هو همسح الطاسة، احنا مش هنجليه، احنا بس لازم نقطة من الزيت عشان لما نيجي نقلبه يتقلب معانا بسهولة. اللهم صل على سيدنا. ما عملتش الكمية كلها، الكمية كلها كان مطلع معايا 10 قطع من البرجر اللي هو النص كيلو، يعني طلع معايا 10 قطع. انا عملت بس 4 دلوقتي على قد الافراد اللي هتاكل. مجلبوش على طول، كل ناحية اسيبه عليها حوالي 7 دقايق، وابقى مهدية النار ولا معليها جوي ولا موطياها جوي. اسيبها حوالي 7 دقايق بالظبط. وبعدين بعد ال7 دقايق هتلاقيه استوى من كل النحاوي اللهم صل على سيدنا محمد. هتلاقيه معاك مستوي زي الفل، والطعم والله العظيم ما شاء الله تحفة جدا. يمكن بالنسبة لي احلى من برجر اللحمة. ما شاء الله استوي، والمكرونه هي استوت معايا. وهبدا ان انا ايه اغرف. ما شاء الله المكرونه طالعه تحفه، والبرجر طلع ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، وتطلع حاجات احلى من كده. وبألف هنا وشفا. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم مني كل جديد. و وزي ما قلت لكم ممكن تجيبوا عيش فريسكا بقى وخس واي نوع جبنه كده وتحطوه في قلب العيش، هيبقى ما شاء الله هيبقى تحفه جدا.
ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.